السلام عليكم يا جماعة. النهاردة هحكي لكم قصة حقيقية حصلت في محافظة المنيا من كام سنة. القصة دي سمعتها من صاحب البيت نفسه. في عيلة كانت عايشة في بيت قديم ورثوه من جدهم. البيت كان كبير وواسع، بس من ساعة ما انتقلوا فيه وهم بيحسوا بحاجات غريبة. كانوا بيسمعوا أصوات خطوات في الليل، وصوت حد بيفتح وبيقفل الأبواب مع إن محدش بيكون صاحي. أم العيلة كانت دايما تشتكي إنها بتلاقي الأواني في المطبخ متغيرة أماكنها، والأكل اللي بتسيبه على السفرة بيختفي. في البداية كانوا فاكرين إن القطط هي السبب، بس اكتشفوا إن القطط مش بتقرب من البيت خالص. الموضوع بدأ يزيد لما بنتهم الصغيرة قالت لهم إنها بتشوف ست عجوزة بتلبس جلابية سودة بتقف في آخر الطرقة وبتبص لها. طبعا محدش صدقها في الأول، وقالوا دي أحلام عيال.